السلام عليكم. اليوم غادي نلخصوا مسلسل وينزداي بالدارجه. وينزداي ادمز واحد البنت غريبه في عمرها 13 عام، ولكن الافعال ديالها ديال الشياطين وما كتحسش بالالام وبلا مشاعر. ومشيت قلبت لكم على السميه ديال وينزداي اشنو كتعني بالعربيه. من طبيعه الحال حتى انا مجتهد ولقيت وينزداي كتعني اربعاء، يعني هي سميتها رابعه. المهم واللباس ديالها ديما كتلبس الكحل والبيض وما عندهاش مع كثره الالوان. المهم نبداو. في واحد النهار دخلت للثانويه وهي عندها 13 عام وداخله للثانويه. انا فاش كنت قدا كنت كنقرا في الرابع، ومني كنت كنخرج معلق باش ما تفوتنيش حلقه ديال دراغون بول. ما علينا. كانت غاديه والبنات كيشوفوا فيها، ومني حلت ديك الماريو ديالهم هو سميتو الخزانه، المهم حنا نقولوا ليه الماريو، لقات فيها خوها مربوط اللي سميتو باكزلي وداير ليه تفاحه في فمه. ومني فكاتو ومسات ليه يديه جاتها رؤيه بكاع داكشي اللي وقع لخوها، وشافت البراهج اللي تعداو عليه. وهنا عرفنا بلا عندها قوه. ورابعه ما ساهلاش وماشي طبيعيه، بلمسه يد تقدر تشوف المستقبل والماضي ديال الشخص اللي مساتو. مشات عند الدراري اللي تعداو على خوها واللي كانوا كيعوموا في لابيسين، وهزه معاها الحوت. المهم ما عرفتش هذا النوع ديال الحوت، انا كنفوت السردين كنتلف وكل شيء كنسميه حوت. ما علينا. لاحتوا عليهم في لابيسين، دراري غير شافوا الحوت وما يعلقوا، والحوت بدا كيعض فيهم وهي كتبتسم ابتسامه شريره. من بعد كنشوفوا الاب والام ديال وينزداي، ام سميتها مورتيشا والاب سميتو غوميز. داوها من بعد ما طردوها من الثانويه وغادين بها دابا لواحد الاكاديميه اللي سميتها نيفرمور. المهم السميه ديالها بالانجليزيه وعبد ربي بحال الثاني وترجم لكم السميه. وسميت الاكاديميه هي عمر داود يعاود. وهاد الأكاديمية فيها غير الطلاب اللي بقدرات خارقة، وكل واحد فيهم عنده قدرة يدير شي حاجة، وكيعلموهم كيفاش يتحكموا بهاد القدرات ديالهم. وحتى من مورتيشا وغوميز كانوا كيقراو فيها، يعني حتى هما عندهم قدرة خارقة. المهم ومن بعد كنشوفوا واحد الراجل باغي يدور في الغابة اللي قريبة من أكاديمية نيفرمور، وهو مريح جا شي كائن وما معروفش وهجم عليه وقتلوا. وجا المحقق اللي لقاو الجثه ديالو مقطعه، والمحقق ما كيبانش عليه الدهشه ولا زعما متفاجئ، يعني اول مره كتوقع على شي حاجه بحال ديما كتوقع على هاد الجريمه. نرجعوا لوينزداي اللي دخلت الاكاديميه وتلاقات بالمديره لاريسا ويمز، وداتها واحد البيت مشترك مع طالبه سميتها اينند اللي كانت ملونه البيت على عكس وينزداي، ولكن وينزداي قسمت معها البيت ورجعت النص ديالها بيض وكحل. ومن بعد اينن دات وينزداي باش تعرفها على الأكاديمية وحتى الطلاب اللي معاهم، وكل واحد منهم عنده قوة خارقة. كاين مصاصين دماء، مستذئبين وقوات أخرى. المهم داكشي تخربيق صعب. وعرفتها على بيانكا وإكزيفير. من بعد العائلة ديال وينزداي مشاو بحالهم، ولكن غوميز خلاو واحد اليد اللي سميتو تينغ وهبطوه من طونوبيل باش يراقب وينزداي. والغد ليه رابعه وينزداي جات المبارزة وبغات تواجه بيانكا اللي محترفة في المبارزة. والشوط الأول خرج تعادل، وينزداي حنت حمقى طلبت منها باش يحيدوا الماسك اللي على وجوههم، واللي تجرحت فيهم هي اللي غادي تخسر. مطايفة بدات ورابعة ما كانتش سهلة، وكل وحدة فيهم كتحاول تجرح الأخرى. ومن بعد مطايفة نيت بيانكا ربحات وجرحت وينزداي. ومن مشات السبيطار ديال الأكاديمية وينزداي ما كانش على بالها بحال ماشي لحمها وخرجت. ومن بعد كان غيطيح عليها واحد التمثال، والحسن الحظ كان إكزيفير اللي نقذها من الموت. من بعد وينزداي رجعت للبيت، ولكن حاسه بشي واحد مراقبها وبدات كتقلب في البيت حتى لقات اليد اللي سميتو كنا تينغ، وعرفت بلا والديها مراقبينها. وقالت لتينغ يا تخدم معايا ولا نديرك في الماريو، ولا بغيتي تخنقي تلبسي ليكا وغادي تخنق. المهم ما علينا. قال لها صافي خدام معاك انا، كلمة الرجال. وينزداي كانت باغا تمشي طبيبة نفسية وداتها المديرة لاريسا في واحد البلدة صغيرة قريبة من الأكاديمية ديال نيفرمور. ودخلت على الطبيبة، ولكن وينزداي ما كانش عقلها معها وكانت كتفكر في شي حاجة أخرى واللي هي الهرب. من بعد قالت لها بغيت نمشي للطواليت ومشات وهربت من واحد السرجم. وفاش كانت غاديه تصادحت مع واحد الراجل اللي كان كيبيع مطيشه، وشافت واحد الرؤيه ديال هذا الراجل هو ميت، واحد الموتة خايبه بزاف. ومن بعد وينزداي مشات لواحد القهوه وتلاقات مع واحد خونا اللي سميتو تايلر. وكاينه واحد الاله اللي ما فهمش تايلر داكشي اللي مكتوب فيها، حيت مكتوب بالطاليانيه، ولكن وينزداي كتفهم كل شيء، حتى الطاليانيه كتفهم فيها. وعاونته وصوبت ليه الماكينه ديال القهوه.
وقالت ليه باش يوصلها للمحطة حيت باغا تهرب باغا تغبر عليهم. وفي الوقت اللي اتفق معها جلست وينزداي ودخلوا عليها واحد 3 ديال البعالك وبداو كيضحكوا عليها وكيشدوا فيها، ولكن وينزداي صبرت تايات وناضت وبدات كتفرشخ فيهم وبالزربه زربت عليهم يا ودي الرجال يا ودي. ومن بعد دخل الضابط ولاريسا المديره. لاريسا بدات كتعاير في وينزداي حتى هربت ليها، ومن بعد داتها وفي طريقهم للاكاديميه دازوا من حدا واحد الكسيده واللي كان فيها هو داك خونا اللي ضربت فيه وينزداي وشافت الرؤيا بالله راه مات. وفعلا نفس البلان ونفس الشخص داكشي اللي شافت ربيعه هو اللي كاين. وينزداي صيفطت تينغ لتايلور وطلبت منه باش يتصل بها. تايلور اللي خاف من اليد ولكن واخا هكاك اتصل بوينزداي وبداو كيهضروا بفيديو ودارت معاه موعد باش يتلاقاو في واحد الحفل. قالت لي بلا الدنيا غتكون زاهيه ولكن هي في النيه ديالها باش تهرب وبغاتو يعاونها مسكين ضحيه. وفي الحفل كنشوفوا لاريسا حاضيه مع وينزداي. قالت لي هاد المره لا دزتي. واخا عيات ما تحضير لاريسا هربت ليها وينزداي. فاش كانوا غاديين تلاقاو بواحد 3 اللي كانوا باغيين يتعداو عليهم. من بعد ما كانوا هاربين وينزداي ضربت واحد الدري اللي معاها في الاكاديميه اللي سميتو روان واللي كان هارب ودخل الغابه. وينزداي شافت رؤيا بالله هو مقتول، واحد القتله خايبه بزاف. وينزداي خافت عليه وتبعته باش تعاونو، ولكن روان استخدم السحر ديالو وهز وينزداي فوق الشجره وقال لها بالله الوالده ديالو قالت ليه باش يقتلها. وبالله وينزداي جات باش تدمر الاكاديميه ووراه واحد التصويره اللي فيها وينزداي مرسومه. داكشي علاش روان كيامن بالله راه خاصو يقتل وينزداي ويهني العالم من شرها قبل ما تدمر اكاديميه. من بعد بدا كيخنق فيها، ولكن فجاه هو يجي الوحش اللي قتل روان وهرب وما اداش وينزداي. وينزداي مشات للجثه ديال روان وشافت الرسمه اللي رسمتها زعما الام ديال روان. ومن بعد جاو البوليس تيقلبوا على الجثه ديال روان ولكن والو ما لقاو ليها اثار. والشاف ما طيقش وينزداي اللي هي اللي كانت قالت لهم بلا روان قتلوا الوحش. وفاش كان كيهضر هو مع وينزداي دخل عليهم روان اللي مازال حي. كي داروا لها الله اعلم. وينزداي تلاقات مع اينن اللي مشغوله بواحد المسابقه اللي منظمها الاكاديميه. وينزداي مشات عند المديره وقالت لها بلا باغا تهضر مع روان، ولكن المديره قالت لها بلا راه طردناه من الاكاديميه يعني كاينه شي لعيبه تما. وينزداي عارفه كاين شي بلان تما، داكشي علاش طلبت من تينغ يتبع روان. تينغ قال لها حاضر الشيف وتبع روان للمحطه ديال الترين. وفاش كان تينغ تابعو مسكين على قليه صبعو في المسكه وكنلاحظوا روان دخل الطواليت ومن بعد تحول لراجل كبير. وتينغ مشى للطواليت وما لقاهش وفقد الاثار ديال روان. ومن بعد كنشوفوا الراجل الكبير تحول لمديره لاريسا. وهادشي كيعني بلا لاريسا هي مولة الفعله وعندها شي سبب لاش كتخبي الموت ديال روان. وينزداي غامرات ودخلت الغابه باش تقلب على ادله ديال مقتل روان ومشى معها تايلور. ومن بعد ما بقات كتقلب وينزداي لقات نضادر ديال روان ومساتهم وجاتها تاني الرؤيا وشافت كتاب وشي ورقه تشرقات منه. وهذاك الكتاب هو منين شاف روان الرسمه زعما اللي قالت ليه مو يقتل ربيعه. وينزداي مشات نيشان للمعلمه ديالها وسولتها على الكتاب اللي قالت لها بلا راه هذا الكتاب ديال واحد المنظمه واحد المجموعه اللي كانوا دايرينها طلبه، ولكن الاكاديميه لغات هاد المجموعه. ومن بعد وينزداي مشات للشومبر ديال روان وكتقلب على الكتاب ولقات واحد القناع، ولكن زيفير كان جاي باش يدخل الغرفه حتى هو مشارك هو وروان نفس الشومبر. وينزداي تخبات تحت من الناموسيه وبقات كتسنى في الفرصه باش تخرج. ومن بعد جات بيانكا عند زيفير. وينزداي سمعت بلا بيانكا باغا تقضي على اينند في المسابقه. ومن بعد ما سمعت وينزداي داكشي مشات للشومبر ديالها وعرضت على اينند باش تعاونها وتنضم للمجموعه ديالها. وهذا هو اليوم ديال المسابقه. وينزداي كانت مستعده والمسابقه ما فيها حتى قانون، المهم اللي وصل الاول هو اللي غيربح ويمكن لك دير اي حاجه باش تربح. وبيانكا كتستغل الوضع للصالح ديالها وكدير اي حاجه باش كتربح. وكاينين 4 ديال الفراقي وكيخصهم يدي القارب ديالهم يوصلوا للبر وياخذوا الرايات ويرجعوا، واللي وصل هو الاول بطبيعه الحال هو اللي غيربح. وبدات المسابقه. بيانكا حركت راسها لواحد الصديق زعما داكشي اللي اتفقنا عليه ديرو. خونا تلاح في البحر وبان بالله راه هو حوريه الذكر ولا حوريه انثى المهم، وبدا كيخرب في القوارب باش بنادم يطيح في الماء. ولكن وينزداي واينند كانوا عايقين بالقالب وبالمساعده ديال تينغ لاحوا عليه الشبكه وشدوا الحوريه ووصلوا للارض. وينزداي مشات باش تجيب الرايه، ومن شدت الرايه جاتها رؤيه تاني مره اخرى، وهاد المره شافت وينزداي شهبه. وهاد وينزداي الشهبه كتقول لها بلا انت هي المفتاح
هي السارود. فاقت وينزداي وكتشوف بلا بيانكا والمجموعه ديالها سابقينهم. وينزداي واينند ملي شافوا القضيه فيها الخساره فكروا باش يديروا اي حاجه باش يربحوا، وخرجوا واحد السلاح وتقبل بيانكا الباطو ديالها. وفي الاخر وينزداي واينند ربحوا. ومن بعد مديره لاريسا هنأتهم حيت فازوا بالكاس، كاس تشامبيونز ليغ. تيسا سيسو تشامبيون. لاريسا عطات الاينند الكاس. وينزداي ما كانش على بالها، ما عندهاش مع التخلفق ديال الكؤوس، ومشات لواحد التمثال ديال إدغار آلان بو وشافت واحد الرمز تحت من الكتاب، كتاب حجري هازو إدغار وهو نفس الرمز اللي كان في الكتاب عند روان. دخلت وينزداي لواحد النفق ولقات واحد الكلمات وفهمت اللغز اللي هو طرطق صباعك 2 مرات بحال ماك. وملي دارتها وينزداي تحل الباب، وهذه هي البلاصه اللي شافتها وينزداي في الرؤيه ديالها، ولقات حتى الكتاب اللي كان عند روان ودارت الكتاب في الشكاره ديالها وكانت غاده خارجه. وهي غاديه جا شي واحد ويدير عليها ميكا ولا خنشه ولا شناهي كحله على راسها، ومن بعد حيد ليها ديك الخنشه ولقات راسها قدام ناس مغطين، وداك الشيء كيخوف غير بالنسبه لنا، ما هي راه ما كتخافش. ومن بعد بينوا الوجوه ديالهم اللي هما كزيفير وبيانكا وباقي مجموعه، وهما منظمين مجموعه وما عرفاش الأكاديمية بهذه المجموعة اللي سميتها نايت شيدز. وهذه هي المجموعة اللي كانت لغاتها الأكاديمية، ولكن هما دايرينها بطريقة مخفية. كزيفير طلب من وينزداي باش تنضم ليهم المجموعة وتولي معاهم، ولكن ما وافقاتش وبغات تمشي بحالها ومشات بحالها. ومن بعد كنشوفوا المديرة لاريسا اللي كانت كتلقي على الطلاب خطاب بلا غيندمجوا مع الناس العاديين وغادي يساعدوهم، يعني هاد المنبوذين، يعني اصحاب القوى الخارقه غادي يعاونوا الناس العاديين بحالي. ومن وصلوا للمدينه وينزداي قالت لكزيفير بلا روان يقدر يكون قتلوه، وكزيفير ما كانش كيظن بلا روان قتلوه حيت هو غير طردوه من المدرسه وصافي. ومن بعد وينزداي وراتو الكتاب اللي فيه الرسمه ديال الام ديال روان، قال لها كزيفير بلا هاد الرسمه ديال واحد سميتو جوزيف كراكستون. ومن بعد وينزداي تلاقات بيوجين، هاد يوجين هذا بحال قلتي عالم صغيور المهم، وتلاقاو مع انسه ارلين وهي اللي خدامه في هاد رعايه عالم الحجاج كما كيقولوا، وداتهم في جوله وهضرت لهم على شي بلايص اللي كان كيبغيهم جوزيف كراكستون. وينزداي بدات كتعطي الناس الحلوى وكيعاونها يوجين وينزداي دخلوا واحد الشومبر ديال عائله كراكستون وشافت الصويره ديالها الشهبه وينزداي الشهبه، ولقات حتى الكتاب اللي كانت هازاه وينزداي الشهبه، ولكن ملي حلات الكتاب لقات كاع الصفحات ديالو بيضين وشكات بالله راه هذا الكتاب ماشي هو الكتاب الاصلي. ومن بعد دخلت عليهم ارلين وشدت يوجين، وينزداي سولتها على الكتاب الاصلي باغا تشوفه، وارلين قالت لها بالله راه تشفر الشهر اللي فات. ومشات وينزداي عند تايلر في القهوه وباغا تعرف معلومات اكثر على جوزيف كراكستون، ووراتو واحد الخريطه، وتايلر عرف البلاصه اللي كانوا كيديروا فيها الاجتماعات في الغابه. وينزداي ما ضيعتش الوقت، مشات هي وتينغ البلايصه اللي كان فيها جوزيف كراكستون ولقاو حتى واحد الراجل ساكن تما وكان باغي يزرب على وينزداي، ولكن تينغ كاين تما وخنق الراجل وخلعو وخونا هو يعلق. ومن بعد ما دخلت وينزداي شافت تاني رؤيا، وهاد المره سافرات 400 سنه للور، وكنشوفوا وينزداي الشهبه والناس بزاف مجموعين عليها وكيسموها الشيطانه. من بعد ويجي جوزيف كراكستون ودخل ما بين الناس وكيسميها غودي ادمز وتيقول لها بلا انت راك سحاره، ودخلها لواحد البلاصه اللي كاين فيها بزاف ديال الناس وبغى يحرقهم كاملين، وحتى الام ديال غودي ادمز حتى هي كاينه تما. وغودي ادمز كتقول لهم بلا راه نتوما اللي سرقتوا لنا الارض ديالنا وقتلتوا العائلات ديالنا. جوزيف خرج وشعل العافيه في داك البيت ديال الخشب. غودي حاولت تفك الوالده ديالها ولكن ما قدراتش، والام ديالها طلبت منها باش تمشي وتنتقم للسلاله ديالهم. وينزداي كانت مخبيه وكتشوف كل شيء، وغودي مشات عندها نيشان وقالت لها بلا جوزيف راه ما غادي يوقفش على هذا الحد وغادي يقتلهم كاملين. ومن بعد هذه الرؤيه فاقت مره اخرى وينزداي وشرحت كل شيء لتينغ. ومن بعد جا الوحش نفسه اللي قتل روان، وينزداي تبعاتو ولكن ما قدراتش تشدو، وشافت بلا الرجلين ديال الوحش تحولوا ولاو رجلين ديال بنادم، وهذا الشيء كيبين بلا شي واحد هو اللي كيولي وحش وكيقتل الناس اللي بغى. ومن بعد تلاقات بكزيفير وقالت ليه على كل شيء اللي شافت، وبغات تبع الاثار ولكن شتا درقاتهم. والغد ليه تلاقاو في واحد الساحه وكانوا دايرين فيه تمثال ديال جوزيف
كراكستون. وينزداي بدات كتعزف بالكمانجه في الوقت اللي العمده ديال البلده ولاريسا كشفوا على التمثال. ومن بعد تينغ شعل العافيه بعد ما طلبت منه وينزداي يدير داكشي، وحرقت التمثال وكل شيء كان كيعلق وهارب وخايفين على حياتهم. وينزداي مازال كتعزف وعندها واحد النظرات ديال الانتقام. المديره لاريسا لاحظت هادشي كامل واستدعت وينزداي للمكتب ديالها وقالت لها بلا انت اللي حرقتي التمثال. وينزداي اعترفت، قالت لها واش كتعرفي قصه ديال جوزيف؟ والمديره سكتت وما قدرت تقول والو. وفي الليل الوحش هجم على الراجل اللي ساكن في الغابه والكاميرا صورات داكشي اللي وقع كامل. ومن بعد وصلوا البوليس للغابه ولقاو الجثه ديال المتشرد ولقاو حتى الكاميرا وداو التصاور اللي قدر تبين شكون هو الوحش. وكنشوفوا بلا المفتش دونوفان شاف الوجه ديال الوحش. من بعد وينزداي مشات للمشرحه وبالمساعده ديال تينغ دخلت وجبدت الجثه ديال المتشرد اللي قتلوا الوحش. بغات زعما تحاول باش تلقى ادله لشكون هو هذا الوحش. في الوقت اللي هي مع الجثه وصل الطبيب والبوليسي دونوفان. ملي سمعتهم وينزداي مشات تخبات، والطبيب والبوليسي كيناقشوا القضيه ووراه الرجل ديال المتشرد اللي قطع عليه الوحش جوج من صباعه. ومن بعد ما كان غادي البوليسي الطبيب شاف واحد الباب ديال الفريغو محلول ولقى وينزداي داخل ديالو ودايره راسها ميته وعرفات تمثل عليه وهو ما شك في حتى حاجه وسد الفريغو. وينزداي مشات تبعت كزيفير ودخلت ليه الكوخ ديالو اللي لقات فيه الرسومات ديال الوحش. بدات كتشك فيه بالله هو الوحش. ومني خرجات لقاها كزيفير سولها علاش جات عنده، قالت لي بالله باغا يكون معاها في الحفل باش ما يشكش فيها زعما بالله جات على شي حاجه اخرى. ووافق كزيفير. من بعد مشات عند دونوفان وعطاتو الرسومات ديال كزيفير وبدا كيقارنها بالتصاور ديال الكاميرا ديال المتشرد ولقاهم بلي نفس الوحش. ودونوفان وافق باش يتعاون هو وياها باش يعرفوا شكون هو هذا الوحش. وقالت لي بلا كتشك في كزيفير. من بعد كنشوفوا اينن في القهوه وتلاقات مع لوكاس اللي هو ولد العمده، هو نفسه اللي تلاقى لوينزداي وضرباته. وقالت لي اينن على الحفله. تايلور تلاقى مع وينزداي وقال لها باش تكون معاه زعما داك الحفل ديال الرقص. المهم حنا ما لاباس. وينزداي ما بغاتش. من بعد مشات عند يوجين فين كيربي النحل ووراتو الرسومات اللي لقاتها عند كزيفير وشاف واحد الصوره اللي فيها واحد الكهف وعرفوا فين كاين. من بعد مشاو لهذا الكهف وقال لها بلا كان شافوا ملي كان كيقلب على النحل ولقاو واحد الفر ديال الوحش. من بعد وينزداي رجعت للكوخ ديال كزيفير باش تلقى شي دليل على انه هو الوحش ولقات واحد الزيف فيه الدم ودارته في الشكاره ديالها. ولكن وصل كزيفير ولقاها في الكوخ ديالو وعرفها بلا كتقلب على شي حاجه اخرى. وداك النهار ما جاتش باش تطلب منه يكون معاه في الحفله. وينزداي نيشان قالت ليه واش انت هو الوحش. كزيفير قال لها بلا هذا الوحش كيشوفه في الاحلام ديالو داكشي علاش رسمو. ولكن وللاسف الوحش كان نيت في الحقيقه هو اللي جرح كزيفير في عنقه. ومن بعد ما عرف بلا وينزداي عندها مصالح ديالها قال لها خرجي عليا من الكوخ ديالي. اللي مشات مباشره عند دونوفان وعطاتو الضفر والزيف اللي فيه الدم باش يقارن بيناتهم ويدير اختبارات ليهم زعما باش يعرفوا واش كاين توافق ولا لا. في الوقت اللي كان تين كيكتب واحد الرساله ومشى داها للقهوه باش يشوفها تايلور اللي قراها ولقى بلا وينزداي بغاتو يكون معاها في الحفله. وينزداي كانت تخطط باش تمشي للكهف مع يوجين ولكن جا تايلور وعطاها الرساله وقال لها بلا راه وافق باش يكون معاها في الحفل. وعرفت بلا تينغ هو اللي دار هادشي واعتذر لتايلور على انه وينزداي. قالت لي بلاتي واحد الدقيقه وكان طالع لها الدم من تينغ اللي تصرف بلا ما يقول لها حتى حاجه وعيراتو. ولكن مني شافت القفطان اللي كان عجبها وما قدرتش تاخذه سامحاتو. من بعد لبست القفطان وهبطات للحفله. يوجين جا عندها وقالت لي بلا ما غاديش نمشيو اليوم خلي حتى الغدا ونمشيو للكهف. وقالت لي ما تمشيش بوحدك للغابه حد خطر عليه. ولكن يوجين قال لها غادي نمشي بوحدي ومشى للغابه. وفي الحفله كلشي بدا كيشوف في وينزداي حيت لابسه زعما قفطان واعر. كزيفير قال لوينزداي بلا عنده مشاكل مع تايلور داكشي علاش ما كيحبلوش. وينزداي مشات نيشان عند تايلور وقالتها لي اللي قال لها بلا ملي كان صغير كان مع دراري براهش وخسروا شي لوحات ديال كزيفير وضربوه. قال لها بلا هو ما بقاش نفس الانسان اللي كان في الصغر طبيعه الحال. وينزداي تفهمات البلان. من بعد كنشوفوا لوكاس صيفط ميساج لصحابه باش يجيو الحفله وكيخططوا باش ينتقموا من هاد اصحاب القوه الخارقه. من بعد كنشوفوا الرقصه ديال وينزداي اللي غريبه. وفي الغابه يوجين مشى للكهف نيشان وكيشوف شي واحد شعال العافيه ورجعوا للحفله. لوكاس وصحابه جاوا باش يخربوا عليهم وطلقوا عليهم واحد السائل احمر بحال الدم وخربوا عليهم
الحفله ديالهم، وكل شيء خاف وبغاو يهربوا، ولكن كل شيء كيزلق. ووينزداي شافت رؤيا ليوجين اللي قتلوه، وبلا ما تضيع الوقت مشات كتجري كتقلب عليه. في الوقت اللي يوجين كيهرب من الوحش، وينزداي قربات ليه ولكن تفات الوقت والوحش هجم على يوجين. ومن لقات يوجين لقاتو جثة ومطلب الدم من راسو حتى رجليه، كانت الحالة ديالو حلا ميت. وجات حتى الأستاذة تور وكتسول في وينزداي واش يوجين مازال حي. ومن بعد كنشوفو وينزداي في الساحة كتقلب في الملف حيت باها متهم بجريمة قتل، ونرجعو 32 سنة قبل. في واحد الليلة المديرة لاريسا لقات واحد الجثة في أكاديمية نيفرمور، وشافت غوميز اللي كان مازال صغير وهز واحد السيف وكاع عامر دمايات. من بعد كنشوفوا البوليس داو غوميز على أساس هو اللي قتل خونا. ومن بعد كنرجعوا الوقت الحاضر، والعائلات ديال الطلبة جاو باش يشوفوا وليداتهم، وبطبيعة الحال جا غوميز ومورتيشا وحتى باكسلي خوها الصغير. والمديرة لاريسا كتلقي عليهم الكلمة وكتشكر العائلات والطلبة. الام ديال ايناند كتنتقد في بنتها حيت ما قدراش تخرج القوه ديالها، حيت هي مستأدبه، يعني هي كتولي ديب المهم، وما قدراش تطور من القدرات ديالها. من بعد كنشوفوا وينزداي اللي تلاقات مع باها غوميز ومورتيشا وكيسولوها على الوقيته اللي دوزتيها كيف جاتك اكاديميه نيفرمور. وكنشوفوا حتى ام ديال بيانكا غابرييلا، وكنشوفوا مورتيشا وغوميز وحتى وينزداي مع لاريسا في المكتب ديالها، وبداو كيتفكروا الذكريات الجميله. ولاريسا قالت لهم بلي الطبيبه النفسيه بغات تشوف العائله كامله، عائله غوميز. والبوليسي دونوفان وصلته الخبار بلا الحمض النووي ديال الضفر ديال الوحش وصلوا ليه. من بعد كيشوف في الطوموبيل ديال العائله ديال ادمز، ودونوفان كتوصلوا الخبار بلا الطبيب اللي دار التحاليل للضفر والزيف اللي فيه الدم انتحر. والعائله ديال ادمز مع الدكتوره فاليري باش تهضر معاهم كاملين. باكسلي كيقول لهم بلا راه توحش اختو بحال غوميز ومورتيشا، ولكن وينزداي جبدت لهم الملف ديال البوليس وبغات منهم يجاوبوا على الاسئله اللي عندها. بغات من الام والاب ديالها يجاوبوها على بعض الاسئله، وسولتهم شكون هو غاريت غيتس وعلاش قتلوا غوميز. مورتيشا عايرت وينزداي وقالت لها اجدك تقربي لداك الشيء حيت هذه قضيه قديمه بزاف، والتهم اللي كانت على غوميز ما بقاتش عليه وما تحكمش عليه بالحبس. وينزداي قالت لامها بلا راه غادي نقلب على هادشي حتى نوصل للحقيقه. وكنشوفوا بيانكا مع الام ديالها غابرييل في القهوه، وقالت لها على السبب الحقيقي علاش جات عندها وعلاش جات اكاديميه. وغابرييلا هي قائده ديال واحد الطائفه اللي سميتها مورنينغ سونغ واللي كيلعبوا بالناس باش غير ياخذوا منهم الفلوس. ومن بعد غابرييلا تزوجات بواحد الراجل اللي سميتو غيديان وما كيحملش بيانكا، ما تيحملش فيها الشعره. ونخليو بيانكا ونمشيو لوينزداي اللي مشات زارت يوجين في السبيطار اللي مسكين باقي في غيبوبه. وينزداي كتلوم راسها حيت ما عاونتش يوجين وما مشاتش معاه للغابه، داكشي اللي تسبب ليه في الاذى. من بعد جاو العائله ديال يوجين وشكروا وينزداي حيت هي الصديقه الوحيده ديال يوجين وما كان عنده حتى صديق اخر. والبوليسي دونوفان مازال كيبحث على كيفاش البلان ديال الطبيب وعلاش انتحر. وقبل ما ينتحر الطبيب خلى لهم واحد الملاحظه وكيعتذر فيها حيت هو اللي زور وثائق ديال القتل اللي كانت شحال هادي 30 عام هادي. وبالنسبه للكاميرا فشي واحد حط مسكه كحله على الكاميرا، داكشي علاش ما شافوش كيفاش تمات الطبيب. ودونوفان عرف بلا القضيه اللي ندم عليها الطبيب هي القضيه ديال غوميز ادمز اللي قتل غاريت غيتس، ودابا عنده الدليل وخاصو يدخل غوميز للحبس. وندوزو لوينزداي اللي كتشوف في مورتيشا وهي غاديه وحطت واحد الورده على القبر ديال غاريت. وفي الوقت اللي كلشي كيحتفل دخل دونوفان وجاي باش يقبض غوميز. عائله ديال ادمز بقاو مصدومين وتفاجئوا بالبلان. وينزداي وتينغ مشاو يزوروا غوميز في الحبس وطلبت منه باش تعرف الحقيقه كامله. غوميز قال لها بلا غاريت كان كيبغي مورتيشا بزاف ولا مهووس بها. ومورتيشا ديك الساعه قالت للبوليس بلا راه غاريت تيمرضها في حياتها ولكن ما داروا معه والو. وواحد النهار غوميز طلع ليه الدم من غاريت وقتلو بالسيف، ولكن واخا قال لها هادشي كامل وينزداي ما كانش طايقه في الوالد ديالها وعرفتو بلا كذب. وكنشوفوا ايناند والام ديالها اللي مخيمين في الغابه وباغينها زعما باش تخرج القدرات ديالها تولي ديب ونعم الوالدين انتم، ولكن ايناند رفضات البلان كامل. وفي النايت شيدز هذا هو البلايصه فين كانوا يتجمعوا فيه المجموعه، كنشوفوا مورتيشا واقفه وجات عندها وينزداي اللي عرفتها بلا غتكون تما. ومورتيشا قالت لها الحقيقه كامله
على ديك الليله اللي مات فيها غاريت. غوميز كان كيدافع على مورتيشا من غاريت اللي كان في شي حاله ما هياش، ومورتيشا ما كانش عندها حتى خيار اخر غير تقتل غاريت وقتلته بالسيف. ومن بعد ما طاح غوميز قرر يضحي بنفسه وهو اللي يتحمل الجريمه. داكشي علاش غوميز هز السيف وبان بلا راه هو اللي قتل غاريت، وقال مورتيشا باش تمشي للشومبر ديالها، وعرفنا بلا غوميز ضحى براسو باش ما تدخلش مورتيشا الحبس. من بعد ما سمعت البلان كامل وينزداي قالت الام ديالها بلا غاريت ما كانش طبيعي وكانت فيه شي حاجه. داكشي علاش مشاو للمقبره وجبدوا الجثه ديال غاريت، وبدات كتحفر في القبر وينزداي باش تجبد الجثه ديال غاريت لعل وعسى تلقى شي ادله. ولكن جاو البوليس وقبضوهم وداوهم للحبس حدا غوميز. وهكذا تجمعت العائله، وكنشوفوا وينزداي دات معها صبع ديال غاريت، وهذا الصبع زرق وماشي طبيعي، وعرفوا بلا غاريت كان مسموم قبل ما يجي عندهم. وينزداي جاتها رؤيه لكاع البلان اللي وقع 32 عام هذه. الوالد ديال غاريت طلب منه باش يقتل كاع دوك صحاب القوه الخارقه ويمحيهم من الاكاديميه، وعطاه واحد القرعه ديال السم دقه ببطله. وينزداي شافت بلا القرعه تهرسات لغاريت في الجيب ديالو، داكشي علاش تسمم. ومن بعد ما طلقوهم مشات مورتيشا وينزداي عند العمده ووكر وقالوا ليه على البلان كامل، وبلا عرفوا داكشي من طقطق السلام عليكم. حتى هذا العمده هذا هو اللي كان بوليسي 32 عام هادي. قال لهم ووكر بلا راه حاول يخبي داكشي، وينزداي وراتو الصباع ديال غاريت اللي زرق. داكشي علاش مورتيشا قالت لووكر خاصك ضروري تطلق غوميز، حيت ماشي هو اللي قتل غاريت ولا غتكشف كلشي للعالم. داكشي علاش ووكر خاف وطلق غوميز، والتهم كامله اللي كانت عليه ما بقى عليها اثار. وحتى دونوفان اعتذر من غوميز وسلم عليه. من بعد كنشوفوا ايناند وقالت لما بلا خاصك تقبليني كما انا، وغادي تحول ديب مستأدب في الوقت المناسب. ودابا سالات العطله والوالدين غادي يمشيو بحالهم. وينزداي ودعات العائله ديالها. وينزداي كانت تقرا في الكتاب وعرفت بلا المديره لاريسا تحولات للمغنيه، داكشي علاش فهمت بلا المديره هي اللي تحولات الروان ومخبيه القضيه ديال الموت ديالو. ومشات نيشان عند المديره وقالت لها كلشي، قالت لها حنت تحولتي لجودي غارلاند وهذه هي المغنيه. المديره عرفت بلا وينزداي كشفت الحقيقه ديالها وعرفتها بلا هي اللي تحولات الروان فاش مات. ولاريسا كتقول لها بلا دارت هادشي كامل باش تحمي المدرسه. وهما كيتناقشوا كيسمعوا شي غوات، ومن يخرجوا لقاو في الساحه مكتوبه فاير ويل رين، يعني ستمطر نارا، يعني غتسمى تصب العافيه. من بعد كنشوفوا وينزداي اللي كدير واحد الطقوس باش زعما تواصل مع جدها غودي ادمز، داكشي ديال السحر، ودورت بها الشموعه حيت باغا منها زعما باش تعاونها. ولكن دخلت ايناند ووقفت لها الحفله، وبدات ايناند كتهضر مع وينزداي، وشي واحد لاح لها شي رساله من تحت من الباب، وتيقولوا في الرساله الا بغات وينزداي اجوبه على القضيه خاصها تمشي للبلايصه فين كاين جوزيف كراكستون وبالليل. وبطبيعه الحال ايناند مشات معاها، ولكن البلايصه كانوا فيها غير اصدقاء ديالها طلبه، حيت هذا هو عيد ميلاد ديال وينزداي، وزعما داروا لها مفاجاه. ولكن وينزداي ما كان على بالها بداك الشيء، وشافت واحد الجمله في البلايصه وهي نفس الجمله اللي كانت في الجرده فاش حرقوها. وينزداي شافت واحد الرؤيه وهضرت معها غودي ادمز وقالت لها ردي البال بلا كراكستون غادي يجي عندكم. وغودي ادمز ما تقدرش تعاون وينزداي بدا شي حاجه، ولكن قالت لها على واحد القصر خاصها تمشي ليه باش تعرف شي حوايج اخرى. من بعد كنشوفوا المديره لاريسا مشات عند العمده وطلبت منه باش يعاونها باش تعرف شكون اللي كتب الجمله في الجرده. وافق العمده وقال لها بلا راه كيبحثوا على شكون كيقتل الناس في الغابه. وكنشوفوا وينزداي وكزيفير في الساحه حدا الجمله اللي مكتوب عليها فاير ويل رين، وكزيفير حاول باش يعاونها باش يعرفوا شكون كتب هذه الرساله وعلاش كتبها. ولكن وينزداي مازال كتشك فيه بلا هو الوحش، وحد القضيه مازال في الروشيرش، داكشي علاش رفضات المساعده ديالو. ومشات وينزداي عند يوجين اللي مازال في غيبوبه، ودخلت الطبيبه فاليري وجايبه معها الورد. ومن بعد كنشوفوا العمده اللي لقى شهاده ديال الوفاه ديال الاخت ديال غاريت اللي غرقات وماتت، ولكن العمده كيشك بلا كاين شي بلان تما وماشي القضيه هي هذيك. وفي القهوه وينزداي مشات عند تايلر اللي عرض عليها العشاء بمناسبه عيد ميلاد ديالها.
ولكن هي ما بغاتش ورفضات. من بعد جا البوليسي دونوفان وقالت لي وينزداي على الخبيرات الجديده اللي عندها بعد ما شافت الرؤيه في البلايصه ديال كراكستون، ولكن هو قال لها حبسي هنا وما تبقايش تحقق في هذه القضيه هذه. ومن بعد كنشوفوا وينزداي والتينغ مشاو للكوخ ديال كزيفير ووراتو الرسمه اللي رسمتها ديال القصر اللي كانت قالت لها غودي ادمز في الرؤيه ديالها، وراها كزيفير الرسمه اللي رسمها بعد ما شافها في الاحلام وهي نفس البلاصه اللي عند وينزداي. وهذا القصر هذا هو ديال جيتس. والغد ليه مشات وينزداي لهذا القصر هذا ولقات العمده تما. تينك شتت الانتباه ديال العمده ووينزداي دخلت للطوموبيل ديالو. العمده اللي عيط البوليسي دونوفان وقال ليه بالله راه واقيلا عارف شكون اللي دار هذا الشيء كامل، وقال ليه باش يتلاقاو في القهوه. وهو غادي للقهوه وما عارفش بالله وينزداي كانت معاه في الطوموبيل. ومن بعد ما هبط من الطوموبيل جات واحد الطوموبيل زرقاء وضربات العمده في الوقت اللي كان غادي للقهوه. ودونوفان شاف وينزداي اللي بدات تقول ليه كل شيء وقالت ليه بالله العمده كان في القصر ديال غاريد. ومن بعد داها للاكاديميه ولاريسا من طبيعه الحال كان طالع عليها الدم من وينزداي وقالت لها من اليوم انت معاقبه ما غاديش تبقاي تخرجي من المدرسه. وينزداي عيطات لتايلر وقالت ليه بالله راه فكرات مزيان وغاد تخرج معاه للعشاء، وحنا عارفين بالله وينزداي هذا فقط بلان باش تخرج من المدرسه، حيت هي باغا تعرف اكثر في هذه القضيه. وينزداي قولبات اينن باش تخرج معاها خارج المدرسه. ومن بعد وصل تايلر وركبوا الطوموبيل ديالو وكنشوفوا كزيفير اللي جا عند وينزداي وبدا كيدق عليها من الشرجف ولقى التينغ اللي كان كيكتب في الرساله وقال ليه فين مشات وينزداي واينند. وكنشوفوا وينزداي واينند وتايلور اللي وصلوا القصر ديال جيتس، واينند وتايلور تصدموا من البلان وعرفوا بالله وينزداي قول باتهم، حتى هي كانت دايره مع تايلور باش يتعشاو وكان دايره مع اينند باش تعاونها. وتايلور بطبيعه الحال طلع عليه الدم بزاف وخاد شي كامل دخلوا معها القصر. وفي القصر لقاو واحد الطوموبيل زرقاء وهذه هي الطوموبيل اللي ضربت العمده. ولقات واحد التصويره ديال جوزيف كراكستون اللي كانت مخبيه واكتشفات وينزداي بلا الشمع مازال دافي، يعني شي واحد كان هنا غير دابا ولا القصر يكون مسكون. داكشي علاش بدات كتقلب وطلعت هي واينند باش يقلبوا في بلاصه وخلات تايلور يقلب في بلاصه اخرى. ودخلوا لواحد الشومبر ديال الناس وكتبان مرتبه ومقاده وزادوا تاكدوا بلا شي واحد كاين هنا اولا كيعيش هنا. وينزداي شافت حتى الورد ولقات واحد الصنايديقه اللي كيكون فيها مزيكا، المهم كتكون فيها واحد الموسيقى راكم عارفين ومكتوب عليها لوريل جيتس اللي هي الاخت ديال غاريد. وهادشي هو اللي اكتشفوا ووكر العمده. وقبل ما يكملوا التحقيق ديالهم سمعت وينزداي الغوات ديال تايلور وكان كيطلب المساعده. ومن بعد كنشوفوا الوحش اللي بدا تابع وينزداي واينند وتخبات وينزداي واينند على الوحش. وبالغلط دخلوا لواحد البلايصه اللي كيحط فيها الوحش طروفه من الضحايا اللي كيقتلهم قطع صغير ولا الصباع ولكن ما عندهمش الوقت بزاف وهربوا من البلاصه وبداو كيجريو في الغابه وكيحاولوا يقلبوا على تايلور ولقاوه مازال حي ولكن ضربوا الوحش في صدره. ومن بعد وصل كزيفير عندهم وداو تايلور باش يعالجوه. وصل دونوفان وجر على وينزداي وصحابها. الغد ليه وينزداي دات دونوفان للقصر ديال جيتس بغات توريه زعما داكشي اللي شافت، ولكن كاع داكشي اللي شافت وينزداي ما لقات حتى حاجه، كلشي غبروه. وحتى دوك اللعيبات اللي كان كيخلي الوحش بعد ما يقتل الضحايا ديالو ما بقاوش. ودونوفان كيعتقد بالله وينزداي كتكذب عليه وطلع عليه الدم منها وحنت حتى كانت غتسبب في الموت ديال ولدو تايلور وقال لها باش ما عمرها تجي تشوفه. ومن بعد ما رجعت وينزداي للشومبر ديالها بدات كتقلب في الصندوق اللي فيه الموسيقى وطاحوا منه شي تصاور ديال وينزداي وحتى الناس وناس اخرين. وفي السبيطار كنشوفوا واحد خونا لابس ليغات وحي التيوات ديال جهاز التنفس على ووكر اللي كان فاقد الوعي في السبيطار. والغد ليه كنشوفوا الجنازه ديال العمده ووكر اللي مات واللي حيد عليه التيوات وطبيعه الحال هو اللي قتله. وينزداي هي كانت في العزو ومني كانت تما شافت شي واحد تراقبها وتبعاته اللي دخل الغابه. ومن بعد كيحيد الطاقيه ديالو وعرفته بالله هو العم فيستر وقال وينزداي بالله هو محتاج شي بلايصه اللي يعيش فيها بعض الايام. وينزداي داتو الكوخ ديال يوجين اللي كيربي فيه النحل وبدات كتوريه في القضيه اللي كتبحث عليها. فيستر اللي قال لها بالله هذا الوحش هذا سميتو هايد وقال لها الا بغيتي تعرفي عليه اكثر يمكن لك تشوف المذكره ديالو، يمكن لها تشوف المذكره ديال العالم فولكر في المكتبه ديال نايت
شيلدز. وبلا ما تضيع الوقت بطبيعة الحال ربيعة مشات نيشان للشومبر السرية ديال نايت شيد مع العم ديالها وخاضوا المذكرات ديال فولكنر ومشات للشومبر ديالها وبداو كيقلبوا على معلومات على الوحش وعرفت بلا الوحش هايد هو بالطبيعة ديالو هو انسان عادي وعرفت بلا الوحش تيكون هو فنان يعني رسام وهذا الوحش هذا الا بغيتي تفعلو زعما خاصك دير التنويم مغناطيسي وشي لعيبات اخرى المهم ما على بالناش وبلا هذا الانسان اللي كيحرر الوحش اللي بالداخل ديالو كيولي الوحش العبد عنده يقدر يدير اي حاجه يعني انسان يقدر يرجع واحد الانسان اخر وحش وهذاك الانسان اللي رجع هذاك الاخر وحش يقدر يدير به ما بغى المهم ما علينا ودابا فهمت وينزداي بلا كتقلب على جوج ديال الناس ماشي واحد والغد ليه وينزداي بدات كتراقب كزيفير حيت هو اللي شاكه فيه حيت هو رسام زعما تبعاتو بدات كتراقب كل التحركات ديالو وشافتو تلاقى مع الطبيبه فاليري كينبوت في الغابه وينزداي كتظن بلا فاليري هي السيد وكزيفير هو الوحش يعني هو العبد عندها داكشي علاش مشات نيشان عند المديره لاريسا وكانت باغا تقول لها على البلان كامل ولكن فاش وصلت وينزداي لقات الطبيبه فاليري تما داكشي علاش سدات فمها من بعد كنشوفوا وينزداي اللي مشات عند تايلر ووراتو كاع داكشي اللي لقات واللي اكتشفات ودونوفان شافهم مره اخرى وكان قال وينزداي باش ما تقربش لولده حاولت توريه وينزداي داكشي اللي وصلت ليه ولكن هو كان مشغول بواحد العمليه حيت واحد العصابه شفروا واحد البنكه ومن بعد ما مشى دونوفان تايلور عرض على وينزداي العشاء ولكن هي رفضات ولكن من بعد وافقات باش تلاقى هي وياه في البلايصه ديال كراكستون ومشات للشومبر ديالها وطلبت من تينك باش يحضي الكتوبه اللي جابت من نايت شيد من بعد كنشوفوا تايلور مع وينزداي شويه وما يدخلوا عليهم البوليس اللي معاهم دونوفان واللي كيقلبوا على الشفار ديال البنكه فيستر اللي هو العم ديال وينزداي من بعد كترجع وينزداي للشومبر ديالها واللي لقاتها كامله مرونه حيت تخليها شي واحد وداو الكتوبه ديال فولكنر وضرب تينك اللي كانت الاصابه ديالو خطيره وينزداي بقى فيها تينك وطلبت من العم فيستر باش يحاول يعتقو العم اللي عنده قوه خارقه وكيخرج الضوء من يديه وبدا كيحاول يعاون تينك ويدير ليه انعاش وينزداي بقى فيها تينك والعم فيستر نقض تينك ومن بعد طلبت من العم ديالها باش يهرب حيت البوليس قرابين وغاديين يجيو ليه والغد ليه تلاقات بيانكا ولوكا بوينزداي وقالوا لها بلا عندهم شي معلومات على الشخص اللي قتل العمده ووكر لوكا لقى شي معلومات في البيسي ديال باه اللي هو الاب ديالو هو العمده ديال المدينه ووكر بطبيعه الحال وعطاها معلومات على لوريل اخت ديال غاريت جيتس اللي قالوا بلا ماتت بعد ما غرقات ولكن حتى واحد ما لقى الجثه ديالها ومن بعد مره كبيره في السن عندها 90 عام شرات القصر ومن بعد ماتت ولوريل هي اللي كانت الوريثه ديال هاد السيده الشارفه بعد ما ماتت بطبيعه الحال ودابا لوريل جات باش تنتقم من الاب ديال وينزداي والعمده ووكر وحتى الطبيب بطبيعه الحال اللي قتلته قبل وينزداي شكات في الطبيبه فاليري كينبوت بلا راه هي القاتله داكشي علاش مشات عندها نيشان وقالت لها وينزداي على داكشي كامل اللي عرفت ولكن الطبيبه انا كرهت هادشي كامل وقالت لها هادشي ما منه والو ومن بعد هضره من هنا هضره من لهيه وينزداي خرجات من عند الطبيبه والطبيبه اتصلت بلاريسا باش تشكي ليها على وينزداي في الوقت اللي هي كتهضر مع لاريسا سمعت شي حاجه في الطواليت ومني حلات الباب خرج ليها الوحش هايد من بعد كنشوفوا وينزداي والمديره لاريسا وجا عندهم البوليسي دونوفان وقال لهم بلا فاليري ماتت وينزداي صافي طلع عليها الدم من هادشي كامل وبغات تنهي المهمه ديالها داكشي علاش مشات عند كزيفير مباشره واتهمته بلا راه هو الوحش حيت هو الشخص الوحيد اللي عارف الوحش واللي كيرسمه ولكن كزيفير انكر داكشي كامل وقال لها بلا هادشي كامل ما منه والو وماشي هو الوحش وكزيفير كان راسم حتى التصويره ديال الطبيبه ومهاجمها الوحش كانت وراه من بعد جاو البوليس وقبضوا كزيفير بعد ما لقاو كل الدلائل كتبين بلا كزيفير هو الوحش هايد وكزيفير مازال تيقول لهم بلا انا ماشي هو الوحش وبقى كيعاود فيها في كل مره ولكن حتى واحد ما طيقوا وداوه من بعد كنشوفوا وينزداي مشات عند تايلر القهوه من بعد كنشوفوا وينزداي اللي شافت رؤيا وشافت الطبيبه فاليري الوقت اللي كانت كتموت وكاع عامره دم وكان حداها شكون تايلر وتايلر هو الوحش ماشي كزيفير اللي غير ظلموه بعد ما شافت الرؤيا وينزداي هربات من القهوه ومن بعد مشات للغابه وعيطات على تايلر باش يجي عندها وهو كيحسب ليه بلا هذا غير موعد ولكن وينزداي قالت ليه بلا انت هو الوحش هاي وبطبيعه الحال تايلر تيقول لها هادشي ما يمكنش
وقال لها من عرفتيني بالله انا الوحش ولا شكيتي فيا انا الوحش علاش جيتي بوحدك؟ حن زعما هو غيكون الوحش يقدر يقتلها بكل سهوله، ولكن وينزداي ما كانش بوحدها، كان معها المجموعه ديال النايت شيدز بيانكا ويوكو وكل شيء. من بعد داروا الطلاميس ديالهم وشدوا تايلر وربطوه على كرسي، وينزداي بدات كتستجوب فيه باش تعرف الحقيقه كامله، وعرفوا بالله الام ديال تايلر هي هايد الوحش، وتايلر خدا منها الوحش بطبيعه الحال حيت هو من الجينات ديالها. قال لهم بلا الام ديالو كانت مريضه، وقال لها بلا هادشي كامل اللي كتقوليه ما منه والو وما يدخلش الراس. وينزداي ما تسوقاش لهضرته وبغات تعذبو باش يخرج الوحش اللي فيه، حيت هي كتظن بلا لا تألم تايلر الوحش غادي يبان، وخرجت السلاح ديال الضوء وبدات كتضرب في تايلر بالضوء. ولكن الطلاب ما اتفقوش معاه على التعذيب وما بغاش يشاركوا في هذه الجريمه، داكشي علاش هربوا وكل شيء مشى وبقات وينزداي مع تايلر. ومن بعد مشاو الطلاب عند المديره لاريسا وقالوا لها كل شيء. مباشره لاريسا عيطات لدونوفان وقالت ليه بلا وينزداي خاطفه تايلر. في الوقت اللي وينزداي مازال كتعذب في تايلر دخل دونوفان والبوليس عليها، وينزداي استسلمات قبل ما دير شي كارثه في تايلر. ومشاو للمركز ديال البوليس ودونوفان قالبين ما بغا يتهمها بتا شي حاجه، بغا غير تبعد منه، داكشي علاش خلاوها تمشي. وفاش كانت غاده جا عندها تايلر وبدا كيهضر معاها وهما بوحدهم، واعترف لها بالجرائم اللي كيدير، وقال لها بلا كل مره كيقتل واحد كيحس بالفرحه حيت الضحيه كيخاف وهذا الشيء كيفرحو هو بزاف. وقال لها بلا الضحيه التاليه ما معروفاش وردي البال. والمديره عيات من وينزداي ومن المرض ديالها والضجيج ديالها وفريع الراس ديالها، داكشي علاش طرداتها من المدرسه، قالت لها سيري غير بحالك. وينزداي طلبت منها باش تخلي ليها الوقت وتثبت ليها بلا تايلر هو الوحش. شو الايام كي دايره؟ في الاول كانت باغا تهرب من المدرسه والمديره ما كانتش باغا تهرب من المدرسه، دابا ولات هي ما باغاش تهرب من المدرسه والمديره باغا تجري عليها حياتها معلم. ولكن المديره لاريسا ما قبلاتش بهذا الشيء كامل ورفضات. ومن بعد مشات عند ايناند ودات حتى بيانكا وقالت لهم ردوا البال من تايلر، وقالت لهم باش يستعدوا لاي حاجه قدرت توقع. وتلاقات مع الاستاذه تورنهيل وعطاتها واحد الهديه اللي هي واحد الورده ولا واحد النبته. وقبل ما تمشي وينزداي من المدينه مشات عند يوجين اللي فاق من الغيبوبه، وكنشوفوا يوجين وحده بزاف ديال الكادوات ديال النحل حيت هو من عشاق النحل. وينزداي قالت ليوجين بلا الطبيبه فاليري هي اللي كانت كتسيطر على تايلر قبل ما يتقلب ويقتلها حتى هي. يوجين تفكر شي العيبات فاش تعدى عليه الوحش وشاف شي واحد لابس صباط احمر. من بعد ما شعلت العافيه في الكهف، وينزداي عرفت بلا الانسان الوحيد اللي كيلبس صباط احمر هي الاستاذه تورنهيل. ورجعت للمدرسه ومشات عند تورنهيل وقالت لها سميت لوريل. تورنهيل تصدمات دارت راسها مصدومه وحاولت تجاهل الكلام ديال وينزداي وكانت كتخبي شي لعيبه بيديها. وقالت لها وينزداي بلا تايلر اعترف لها بكل شيء، وقالت لها بلا انت هي اللي كتحكمي في الوحش اللي في تايلر. في الوقت اللي تورنهيل كتعمر في واحد البرا بالسم وهي اللي حرات الوحش اللي في تايلر بواحد السائل كيميائي. ومن بعد دخل عليهم في تايلر وشاف كل شيء، واعترفت تورنهيل بلا فعلا هي اللي دارت هذا الشيء حيت شافت زعما تايلر فهمتوا البلان. وقالت لتايلر باش يقتل وينزداي، ولكن البلان كامل هو تايلر ماشي هو تايلر، راه هو المديره لاريسا. وينزداي هي اللي دارت هذا البلان كامل باش تورنهيل هي اللي تعترف. وتورنهيل تصدمات من البلان ولكن جبدت البرا من جيبها وضربت بها لاريسا، وهذاك هو السم اللي قتل المديره لاريسا. من بعد هزت واحد الباله وضربت بها وينزداي وغيباتها. في الوقت اللي يوجين كان كيهضر مع ايناند بالفيديو وقال لها بلا الاستاذه تورنهيل هي مولات هاد المصائب كامله، وبلا وينزداي مشات عندها. من بعد دخل تينغ وقال لها بلا وينزداي شداتها تورنهيل، وكنشوفوا الكاميرا اللي ولات حمراء بزاف بحال اللون ديال الدم. وينزداي فاقت ولقات راسها مربوطه بسلسله، وقالت لها تورنهيل على الخطه ديالها كامله باش تقضي على المدرسه وتحيدت اصحاب القوه الخارقه، وبغات دير الطقوس باش تفيق زعما جوزيف كراكستون هو اللي غادي يقضي على المدرسه. وقالت لوينزداي بلا انت هي المفتاح ديال العمليه، عمليه زعما اعاده جوزيف كراكستون للحياه، حيت وينزداي من السلاله ديال جودي ادمز وغادي تستعمل الدم ديالها. والطقوس كتكمل بعد ما بطبيعه الحال تيكون الكاميرا
كتكون حمراء بحال الدم. هادشي علاش تورنهيل دار دراسه لهاد الخطه كامله. ونرجعوا للبوليسي دونوفان اللي كان شاد زيفير وغادي بيديه للحبس. وعيطت لي واحد البوليسيه وقالت لي بالله راه كاين شي بلان في المدرسه ديال نيفرمور. داكشي علاش قلب الدوره وقرر يرجع للمدرسه. تورنهيل دات وينزداي القبر ديال جوزيف وجرحاتها وخرج جوزيف كراكستون اللي بدا كيقول لهم بالله الانتقام ديالو غيكون اليوم. وقبل ما يمشي شاف وينزداي وقتلها وتم غادي نيشان للمدرسه. وينزداي كانت كتموت وهي تبان ليها جودي ادمز وقالت لها البلان كيفاش تقدر تقتل كراكستون. يا اختي راه هي كتموت. ودخلت جودي ادمز في وينزداي ادمز باش يكونوا شخص واحد. رجعوا للمدرسة وإينان تلاقات مع الطلاب الآخرين ديال نايت شيدز وحاولوا يخويو المدرسة حيت عارفين اشنو غادي يوقع باش تا واحد ما يموت. ومشات للغابة مع تينغ وكتقلب على وينزداي. وإينان بدات كتحول لديب ودابا عاد بدات كتبان القدرات ديالها. وكتشوفوا دونوفان اللي كيقلب في الغابة تيقلب على ولدو تايلور وخلى زيفير في الطوموبيل ديال البوليس. ولكن لحسن الحظ ديال زيفير جا تينغ وطلقوا. وينزداي كانت كتجري ويتلقى ليها تايلر في الطريق وبدا كيتحول لوحش وبدا كيهاجم في وينزداي اللي ما كانتش خايفه. شو عينيها كي دايرين. وجات ايناند وهي تهاجم الوحش وبدات مطايفه بيناتهم. ونرجعوا للمدرسه اللي دخل ليها جوزيف وبدا كيدمر في المدرسه وتيحرق في كل شيء. والمطايفه ما بين ايناند وتايلور ما زال. وإيناند طلعت ما ساهلاش وتحكمات في الديب ديالها. ودونوفان لقى ولدو من بعد ما تيرا فيه وعرف بلا ولدو هو الوحش. ومن بعد كنشوفوا وينزداي اللي دخلت المدرسه وهزت السيف ومستعده باش تقتل زعما جوزيف كراكستون اللي ما كانش ساهل وكان غادي يقتل وينزداي. هو يجي زيفير وطلق عليه واحد النبله ولكن هو دار السحر ديالو ودور النبله وصيفطها لكزيفير. وينزداي تعرضات لها وكالات على كزيفير وناضت مرة أخرى تاني وبدات كتقاتل مع جوزيف ولكن السيف ديالها تهرس. هذا هو السلاح الوحيد اللي يقدر يقضي على جوزيف كراكستون ودابا تهرس. ومن بعد هزت واحد الطرف من السيف وضربت به جوزيف وقتلاته وبدا كيتحرق. ولكن ما ساليناش. جات تورنهيل وهزا مع فردي وبغات تقتل كل شيء ولكن جا يوجين وجاب معاه الجيش ديالو ديال النحل حيت هو عنده قوه ديال النحل. والنحل بدا كيهاجم في تورنهيل والمدرسه كامله بامان وحتى الطلاب. ورجعت ايناند اللي كانت بطاله في هذا النهار هذا وعنقات وينزداي. وكزيفير حيدوا عليه كاع التهم انه وحش وعطاها كادو اللي هو تليفون. من بعد كنشوفوا الطوموبيل ديال الاب ديال وينزداي غادي لدارهم ولمدينتها وشي واحد صيفط لها شي تصاور وما معروف شكون هو وتيقول لها بالله راني مراقبك. ومن بعد كنشوف واحد الكاميو والداخل ديالو كاين تايلور والبوليس اللي مراقبينه وكانوا رابطين تايلور اللي بدا كيتحول مره اخرى للوحش هايد. وهنا نكونوا سالينا ملخص ديال وينزداي ادمز. نتمنى يعجبكم الملخص ونتمنى يعجبكم المسلسل واعطونا اقتراحاتكم واش نكملوا لكم في المسلسلات ولا نبقاو في الافلام ولا نديروا ميلونج ما بيناتهم مسلسلات وافلام. نتمنى تقدروا التعب ديالنا وديروا لايك واشتراك في القناه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي وملخص جاي. تهلاو.